خوتي صدقوني غير لازم على رئيس الفاف وليد صادي وفلاديمير بيتكوفيتش يروحوا عند اسامه بنبوط ويطلبوا منه السماح وانه يتراجع عن قرار الاعتزال، باسكو بالنسبه لي اكثر جوار وغارديان تظلم في ليكيب ناسيونال، واللي شافوا اليوم في الماتش تاع اليوسما كونتر اسفي يعرف مليح باللي يستاهل يكون هو الحارس الاولاني في المنتخب الوطني، ولكن تصفيه الحسابات والظلم حال دون ذلك. اليوم اسامه بنبوط حرفيا هو اللي جاب لا كاليفيكاسيون اليوسما كونتر اسفي، السيد في البريمير ميطون مينيموم جبد 4 ولا 5 بيوت محققين هما اللي خلاو سوستارا في الماتش، وباش تعرف بلي السيد فريمون عنده شخصيه وكيكون مركز واحد ما يقدر يخرجه رغم الضغط الرهيب اللي داروه اسفي والجمهور تاعهم قاعد مركز وخلى ليكيب تاعو في الماتش. والله يا خوتي نحب نهبل كي نشوف دي غارديان كيما أنطوني موندريا اللي هو رغم مستواه المتواضع وانه يلعب في الدرجه 3 ضرب سنين وهو يلعب تيتولير وبومبوط رومبلاسو ليه، وكملت في لاكوب دافريكا الاخرانيه وين في ماتش تشيكلي كونتر غينيا الاستوائيه خلاوه رومبلاسون ودخلوا الغارديان التروازيام اللي هو أنطوني موندريا في الماتش، واللي كانت القطره التي افاضت الكاس وخلته يعتزل. وحتى كندوز وزيدان تاني اللي جو موراه لقاو روحتهم دي تيتولار هو مسكين مقرط. المهم دوكا اسامه بنبوط لازم مطلب شعبي يعاود يولي ليكيب ناسيونال باسكو ما كاين حتى غارديان يقنع، وزيد ايضا مع الاصابه تاع أنطوني موندريا والمستوى الهزيل اللي راه يقدم فيه ماستيل، صافي اسامه بنبوط لازم يكون في المونديال.